فعلا عايز يشترك في هذا الحزب اللي هو بقى شكرا اللي هو ضد العنصريه، ومش حزب الفقراء ولا الاغنياء، حزب الناس كلها. يعني مش عاملين حزب للفقراء والاغنياء، لا، ده شعب مصر، شعب مصر بجميع تنوعات. الممنوعين مين بقى؟ القوات المسلحه، الشرطه، القضاء، القوى الاداريه، المخابرات، دول ممنوعين من الاشتراك في الاحزاب. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق باذن الله، وحزب يطلع كبير عملاق. وتاكدوا ان احنا مالناش اي مصالح خاصه، يعني انا لا بعمل حزب عشان الم فلوس، ولا بعمل حزب علشان ادخل الانتخابات. ما انا من غير حزب نجحت في دورتين مفيش مشكله. ولا بعمل حزب عشان ابقى رئيس نادي. الحمد لله كل ده الحمد لله بفضل ربنا، ربنا اداهولي الحمد لله ونعمه من ربنا. يعني الحمد لله ربنا اداني كل النعم اللي بشكره عليها. نتمنى ان احمد ينزل لهم على الصفحه صوره التوكيل، ونتمنى ان اكبر عدد من المصريين والمصريات كلنا بقى راي في حقوق المراه وحقوق كل ده والحضاره، كل ده احنا عاملين، والاستثمار والسياحه والسياسه الخارجيه وسد النهضه، كل ده احنا لينا راي فيه. الحزب بجد ومش صادر بتعليمات، صادر ومالوش بقى عنده خطه التمكين واللي بتاعت الاخوان انه يتمسكن لغايه ما يتمكن. هم عندهم خطه كده، كانوا عاملينها انتشار مش عارف تمكين، ولا بيحصل لهم مشكله عندهم حاجه اسمها اتقيه يستخبوا ويعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. فاي حد يا جماعه يرى ان هذا الحزب تاني بصرف النظر عن انتمائه الديني او الرياضي او الطبقي يتفضل يملك توكيل، يطلع الشهر العقاري اللي هو تبعه يعتمدوا وبعتوا لنا. احمد مخلوف اللي هو مسؤول عن الصفحه بتاعتي هيقول لكم يا اما 41 احمد عرابي من المنافسين، يا اما الموقع بقى اذا كان في موقع الحاجه هو انا خلصت. ربنا يوفق بلادنا. قبل ما نختم بس ثانيه يا ابني انت برج ايه؟ ربنا يستر. تعالى اقول ايه؟ انا خلصت. اي حد يا جماعه عنده سؤال يعرف نفسه ويسالني انا تحت. انا هناخد من اليمين كده، ما بحبش الشمال اصلا. كمان لا مساحه ولا لا. محمد مطوع قرار 24 المستشار اكيد يعني هو حزب كتب للنجاح من قبل ما يبدا بسبب اكيد بما يمثله من ثقل في الشارع المصري. هل حزب الاخلاص بما حضرتك قلته هيكون ممثل في الانتخابات الرئاسيه المقبله سواء بوجود حضرتك او كرئيس للحزب او زي ما استقريت بشخص ثاني هيكون موجود في الانتخابات الرئاسيه المقبله؟ شوف والله يعني هيكون بارس يعني ولا بجد؟ لا بجد اكيد وجود حضرتك مش هيبقى فيه مفيش اللعبه دي. ولا حبوش. لكل مقام من مقامات. بعد اذنك يا فندم. احنا ماشيين كده. اهو عرف نفسك. انا رامي عزاز موقع الموقع. كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي احنا الحوار الوطني طبعا دلوقتي الحزب ده اكيد منه مجموعه من السياسيين مشاركين دلوقتي في الحوار الوطني، وحضرتك شفنا وجود حضرتك في الحوار الوطني. هل ممكن نتعرف مع حضرتك على اسامي بعض المؤسسين دلوقتي؟ مش دلوقتي. ما هو انا خايف بقى الدوله اللي معايا تجيبهم تعلقهم. طب اقول لك حاجه. في انتخابات سنه 2000 بديك مثل صغير بس دخلت المجلس، كان مش دي بقى اللي انا قلت عليها طالما حالف اليمين والكلام ده. لا 2000 كان الدكتور فتحي حسين رئيس المجلس، كان حزب وطني ايامها لسه كمال الشاذلي الله يرحمه كان شخصيه محترمه كله وكان الواد احمد عز كانوا كلهم موجودين. فانا قريت اللائحه الداخليه دي، لقيت ان احنا تقريبا مالناش لازمه تقريبا يعني. اللي يصرح لنا بالكلام رئيس المجلس، اللي اهرش رئيس المجلس رئيس المجلس. فرحت واخد اللائحه من اول يوم، عملت لائحه انا لان مفيش رئيس مجلس خالص، لسه الخطوات تتقدم ولازم تتناقش. لائحه بقى بتاعتي انا بتاعت شخصيتي، مضيت عليها 150 واحد من الحزب الوطني. تمام يا باشا.
وسلمتها. فالدكتور فتحي السرور ما قراش انا كاتب ايه، فراح مؤشر اللجنه العامه. اللجنه العامه دي اللي هم بقى حزب الوطن، فقروها. يا نهار اسود، ايه اللي عمله ده مجنون. ده الاستجوابات بقى هتبقى بالهبل. وعلى فكره انا كنت ضد قانون الطوارئ في ال5 سنين دول، ضد. وكنت ضد اتفاقيه الكويس مع اسرائيل، ضد. واتفاقيه الغاز المضابط موجوده. فاهم يالا معتز، يالا انت هو وانت اسمك ناصر، وترمين تحت السرير. وتصدير الغاز ضد. ضد رسمي في المهم يعني. ففوجئت الدكتور هيرمس رمضان الله يرحمه كان راجل جميل بيكلمني يقول لي هو انت مضيت على ايه؟ قلت له ليه؟ قال لي اصل عاملين اجتماع طارئ دلوقتي. اللي مضوا اجتماع طارئ في مقر الحزب اللي هو اتهد ده. كلنا جايبيننا كلنا دلوقتي. وفي قلت له والله ما اعرف. المهم يعني حاجه اسمها اللجنه بقى العامه بتاع الحزب نفسه. طبعا اتشتم شتيمه. المهم تاني يوم لقيت فتحي السرور جايب لي ايه؟ جايب لي الورقه. ما فيهاش الا توقيع عنه. والله العظيم توقيع لوحده. والباقي كله شاطب 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 شاطب. فعرفت بقى انا مش هنقول اسماء دلوقتي لغايه ما نقدم للجنه الاحزاب وتوافق. والناس على فكره كلها شخصيات محترمه عامه ومعروفه ومش معروفه في جميع المجالات. يا ريس. علي خلاف موقع الفجر، حضرتك اتكلمت عن دور الحزب في مشاركه السيدات، وبالنسبه بقى للشباب، هل الحزب هيوفر فرص للشباب ان هم يشاركوا في المحافل السياسيه مثلا والانتخابات، ومنها انتخابات مجلس النواب والشورى والمحليات؟ بص بالنسبه للشباب والمراه لو تلاحظ في مجلس الاداره بتاعنا بتاع الزمالك دلوقتي هنتعرف فيه شويه، انا حاطط 3 شباب وحاطط 2 سيدات، تمام؟ منهم واحده قبطيه. ده بيؤكد اللي انا قلته دلوقتي، انك على المستوى نادي الزمالك حرصت على انك تجيب خليط من كل الناس سواء سيدات او الشباب او الاقباط، تمام؟ طبعا باذن الله لان بص الشباب بكره يعني احنا كلنا كده او معظمنا مروح بكره ده بتاع الشباب بتاعكم انتوا. فلو ما عملناش مبادئ في الحزب المحترمه تخليك طالع حابب بلدك وحابب وطنك وتدافع عنه، يبقى انا فشلت. خالد كيلاني موقع وان مصر. عايز اعرف